مع أولى مباريات الزمالك في كأس مصر بيبدأ الزمالك اللقاء بنفس النمط 4-2-3-1 مع وجود بعض التعديلات. مشلاك بدل من مصطفى شلبي وأحمد محمود بدلا من عمر جابر، وظهور صبحي الأول هذا الموسم بدلا من عواد. بس لحظة هنا، لو المشهد ده حدث بالفعل فأنا بقدم اعتذار نيابة عن كل مشجع زملكاوي لزوجة اللاعب إمام عاشور، بغض النظر عن أخلاق اللاعب وأي تصرف بيصدر منه. مباريات كاس مصر بتكون لها حسابات خاصة ومفاجآت مختلفة، والزمالك اليوم أمام اسكواد منظم، ولكن بنشوف من اسكواد الزمالك أنماط متشابهة من المباريات اللي فاتت. عملية اللينك اب بلاي اللي بتحصل من عبد الله السعيد مع فتوح ومشلاك، وفي مشهد متكرر نفس عملية اللينك اب بلاي دي بنشوفها من عبد الله السعيد ومشلاك. وده الفارق بين مشلاك وشلبي، لاعب عنده السرعة والكواليتي، بيعمل البيزك. والمشهد ده بيأكد لنا كلامي، كروس عرضي من مشلاك في نفس الاريا اللي متواجد فيها زيزو بتسبب شيء من الخطورة على المرمى. ولكن عايز اخدكم معايا لجملة نمطية هنشوفها كتير من العراب جروس، ان في اللحظة اللي هيكون فيها تجميع لعب من ناحية الشمال هتلاقي زيزو بيضم كشادو سترايكر عشان يعمل زيادة عددية مع ناصر منسي. وفي اللحظة دي هنشوف الباك رايت بيظهر معانا كهاف رايت، وهنا بيدي اوبشن للاعب اللي بيمتلك كرة ان يفتح له اكتر من مسار تمرير. ومع مرور الوقت بنشوف بعض الهجمات المنطقية لأبو قير، ولكن الطابع السيء الوحيد اللي عندي ان مع اي كروس عرضي بيكون عندي معاه مشكلة. ومش بس كده، دايما بيكون في مساحات بشكل ملحوظ خلف الباكات سواء احمد محمود او احمد فتوح. وفي خطأ من لاعب ابو قير بياخد نادي الزمالك ضربة حرة بينفذها احمد السيد زيزو وبيحرز من خلالها الهدف الاول. ومع مرور الوقت خطأ ساذج من حارس مرمى ابو قير بياخد الزمالك من خلالها ركلة جزاء وبيهدرها الافضل احمد السيد زيزو. باد لك بيواجهه احمد السيد زيزو الفترة دي، ولكن ده وارد الحدوث مع اي لاعب كبير. ومع بداية الشوط الثاني بنشوف عمر جابر بدلا من فتوح، وبيخرج ناصر منسي وبينزل حسام اشرف. وبنشوف نفس المشهد، اللحظة اللي هنشوف فيها كروس عرضي من ناحية الشمال هنلاقي زيزو بيضم كشادو سترايكر او مهاجم تاني. وده ليه؟ بسبب الزيادة العددية اللي اتكلمت عنها. وفي المشهد ده اثناء تجميع اللعب اللي بيحصل في وسط الملعب من خلال سكواد الزمالك بنشوف استرتش بيحصل بعرض الملعب من لاعبي الزمالك، ده بيعطي مسارات تمرير للاعب اللي بيمتلك الكرة. ومش بس كده، ده بيخف التكتل اللي بيحصل في وسط الملعب بسبب ان لعيبه وسط الملعب هتحاول ان تساعد خط الظهر ان تغطي الاسترتش اللي بكلمكم عنه ده. ومع اول باص من شيكابالا لاحمد محمود بنشوف كروس عرضي من احمد محمود، ولكن شفت معايا الباص العكسي ده اللي احنا بنسميه بالكعب؟ معرفتكش انا كده، اكيد شلبي. حتى التكنيك بتاعت الكعب تحس ان هي فيها شيء غلط. وبمرور الوقت مباراة بتنحصر في وسط الملعب، مع اخر المباراة بنشوف لوحة فنية من خلال مصطفى شلبي، وهذا ما يتمناه كل مشجع زملكاوي من اي هاف ليفت: التنوع، انك تستغل المساحة وتاخد القرار الانسب ليك ولفرقتك. فوز منطقي للزمالك وبالتوفيق لخصم جيد.